السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده جبت لكم كاميرا مراقبة من براند أول مرة نجربه اسمه ميزن. لو جينا اتكلمنا على أهم المواصفات بتاعتها إن أنت تقدر تربطها بالموبايل بتاعك من خلال الواي فاي أو من خلال كابل الإنترنت ده وتتحكم في الكاميرا من خلال الموبايل بتاعك. لو جينا اتكلمنا على باقي المواصفات بتاعتها تقدر تركب لها كارت ميموري. الكاميرا دي بتتحرك شمال ويمين 360 درجة لفوق تحت لحد 90 درجة. عايز اقول لك ان الكاميرا ديت برضو فيها مايك وفيها سبيكر تقدر تتواصل وتسمع الصوت من خلال الكاميرا ديت. فيها خاصية التراكنج مود اللي هي تتبع الحركة قدامها، وده اللي احنا نعرفه من خلال الفيديو بتاعنا النهاردة. تابعوا معانا الفيديو للآخر. هيظهر معانا شكل علبة الكاميرا اللي معانا النهارده ميزن، وهنا بيقول لك ان هي فيرجن 2. لو جينا بصينا على اهم المواصفات بتاعتها، هنا فيها واي فاي، كلاود ستورج، يعني تقدر تحتفظ بالفيديوهات بتاعتها على السيرفر بتاعهم، بس طبعا دي بيكون ليها اشتراك شهري او سنوي. وهنا تقدر فيها تو واي اوديو اللي هو الصوت سواء المايك والسبيكر تقدر تتكلم منها. وهنا فيها تنبيه، هنا تقدر تلقط صورة، وهنا تقدر توصلها من خلال الكابل بتاعها، وهنا النايت فيجن، وهنا الاوتو تراكنج اللي الكاميرا بتتحرك وتتتبع الاشخاص اللي بيكونوا قدامها. كارت ميموري، وهنا التحكم بالموبايل، وهنا التنبيه، وهنا الموشن ديتكشن، يعني اول ما حد يتحرك قدام الكاميرا هتلاقي الكاميرا بتبعت لك نوتيفيكيشن او اشعار على الموبايل بتاعك. لو جينا بصينا على اهم المحتويات هيظهر معانا هنا ده كابل الباور بتاعها، وده شكله، وده كده دليل المستخدم، ودي مسامير، وده الجزء اللي انت بتركبه عندك وبتثبته في الحيطة علشان تثبت عليه الكاميرا كده. يعني بتثبت الجزء ده في الحيطة وبعد كده تثبت الكاميرا كده على الحيطة. طبعا الكاميرا ديت يا جماعة هي مخصصة بشكل كبير ان هي تكون او الدور، لانها بتيجي بمعيار اي بي 65، يعني هي ضد المطرة، درجة الحرارة العالية، أو درجة الشمس أو البرودة القاسية. هي مصممة لكده. لو جينا بصينا على أهم المواصفات بتاعتها فهي بتيجي من البلاستيك. وهنا هيظهر معانا الكاميرا الرئيسية بدقة 2 ميجا بكسل، دي الإضاءة الخاصة بالإضاءة الليلية، ودي الإضاءة البيضاء. وهنا هيظهر معانا المايك والموشن ديتكشن. لو جينا بصينا من تحت كده ده مكان اللي بتقدر تركب فيه الكارت الميموري، وزرار ريسيت اللي هو ضبط المصنع او الخاص بالبيرنج مود. وهنا هيظهر معانا الكابل دوت الخاص بالباور، وهنا كابل النت، ودي الانتنة الخاصة بالواي فاي. طبعا دي بتساعد ان هي تلقط واي فاي بشكل افضل. زي ما انتم ملاحظين الكاميرا هنا بتقدر تحركها لفوق ولتحت بزاوية 90 درجة، وشمال ويمين 355 درجة. تقدر تتحكم في الكاميرا ديت من خلال الموبايل. هنروح مع بعض دلوقتي وننزل برنامج هنا من خلال اليوزر مانوال. ده هيظهر معانا البرنامج ده اللي هو كلاود بيردز. طبعا لازم تنزله عشان تقدر تربط الكاميرا دي بالموبايل، وده شكل البرنامج يا جماعة. طبعا اسمه اتغير هنا وبقى في 360 برو، نفس الايقونة هنا هي اللي موجودة هنا، لكن الاسم بتاعه اتغير تقريبا، يعني بدل من كلاود بيردز هنا بقى في 360 برو. نبدأ نوصل كده البار مع الكاميرا. Welcome to use. Please use mobile phone for Wi-Fi configuration. هي دلوقتي بتقول لنا نبدأ نربط الكاميرا مع الموبايل. اول حاجة نعملها ننزل الابليكيشن ونفتحه، ونفتح الواي فاي والجي بي اس طبعا، وندوس هنا اد، ونختار هوت سبوت. I have next step. اوكي، نفتح طبعا الجي بي اس، نرجع. Please use mobile phone for Wi-Fi configuration. زي ما شايفين كده بدأ يربط معانا، وهنا نختار اسم الكاميرا ديت احنا هنركبها فين بالظبط. هندوس دان شور. طبعا زي ما شايفين هنا بيقول لنا ان انت تقدر تشترك في الكلاود بتاعهم عشان لو عايز تحفظ الفيديوهات على السيرفر بتاعهم. زي ما شايفين هنا بيقول لك الشهر ب$4، وطبعا انت مش محتاجها، تقدر تسيف على الكارت ميموري على طول. ومن خلال الابليكيشن ده يا جماعه نقدر نتحكم في الكاميرا بشكل كامل زي ما انتم ملاحظين كده، تجيبها شمال ويمين والفوق والتحت زي ما انتم ملاحظين كده يا جماعه.
وهنا تقدر تلقط صورة، طبعا تديله كل الموافقات اللي هو عايزها كده. لقطة صورة. وهنا السبيك عشان لو انت حابب ان انت تتكلم، طبعا تديله الصلاحيات. الو الو الو. الايقونة بعد كده اللي خاصة بالفويس دي يا جماعة عشان تقدر تسمع الصوت اللي بيكون عند الكاميرا. دلوقتي سامعين الصوت طالع من الموبايل اللي هو اللي بتلقطه الكاميرا، الصوت بتسمعوه هنا على الموبايل. وهنا تقدر تتحكم في الكاميرا، يعني انت مثلا لو ركبها معكوس تقدر تقلبها لفوق وتحت من خلال الكاميرا زي ما انتم شايفين هنا. برضو من الحاجات اللي عجبتني جدا، انت عايز ان هو يصور لك بدقة ال HD او الالترا HD، يبدأ هنا يحمل معاك وهتلاقي جودة الصورة بتتحسن طبعا زي ما انتم ملاحظين كده. تقدر تقلب وتفتح الكاميرا، تقدر تحركها زي ما انت عايز زي ما انت شايف كده. وبصراحة عجبني فيها سرعة الاستجابة، مجرد انت تتحرك كده هتلاقيها بتتحرك على طول وبتستجيب ليك. دي من بعض الحاجات اللي عجبتني فيها جدا بصراحة. زي ما انتم ملاحظين كده، وكل ما بتحرك هتلاقي الكاميرا بتتحرك معايا، ودي خاصية التتبع اللي موجودة فيها. وهنا نقدر ندخل على الاعدادات الخاصة بالكاميرا من خلال الابليكيشن بتاعهم. هنا اسم الكاميرا، وهنا بعض المعلومات، وفي هنا شيرنج ديفايس ان انت تقدر تشير الكاميرا ديت لافراد الاسرة عشان يقدروا يشوفوا ويتابعوا الكاميرا. هنا تقدر تتحكم في طريقة التحكم في الكاميرا، سواء ان هي ميرور تعكس الصورة او تقلبها. وهنا الواي فاي، وهنا تقدر تتحكم في تايم زون الوقت والتاريخ. وهنا الفوليوم انت عايز الصوت يكون عالي ولا لا، سواء السرينة او الصوت لما بتتكلم في الموبايل بتاعك وعايز الصوت في الكاميرا يكون ازاي بالظبط. وهنا الارم سيتنج، انت عايز يفعل لك خاصية التنبيه على الموبايل بتاعك او في الكاميرا او السرينة، عايز تفعلها ولا لا. وتقدر تتحكم برضو في الاوقات، يعني انت لو عايز الصوت يطلع مثلا من 1 بالليل لحد 6 الصبح حسب زي ما انت عايز بالظبط. هنا الفيديو مود، دي فكرتها حلوة جدا يا جماعة. انت عايز الكاميرا تبدأ يعني تصور 24 ساعة، ولا عايز ان هي تصور فقط لما حد يعدي قدام الكاميرا وتيجي صورة او يجي التنبيه او السرينة تشتغل، او ان انت عايز مثلا تحدد الاوقات تشتغل فيها زي ما انت عايز. هنا الموبايل تراكنج، عايز الكاميرا تبدأ تتحرك وتتبع الاشخاص اللي بيتحركوا قدامها ولا لا. وهنا دي بعض الاعدادات ان انت تفرمط والكلام ده كله. وبصراحة عجبتني جدا التحكم في الكاميرا من خلال الابليكيشن بتاعهم. زي ما انتم ملاحظين يا جماعة، فجودة الالوان بتاعتها بصراحة كويسة جدا، وبتبدأ تتحرك معانا فيها خاصية الموشن ديتكشن اللي هي بتبدأ تتحرك وتتبع الاشخاص اللي بيكونوا حواليها. طبعا انت بتقدر تفعل النقطة ديت من خلال الموبايل او الابليكيشن بتاعهم، عايز تشغلها او تقفلها. وفيها خاصية السرينة او التنبيه، يعني لو حد اتحرك قدام الكاميرا هتبدأ تطلع لك تنبيه من خلال الكاميرا، وصوتها برضو بيكون عالي جدا. ديت ممكن تثبتها عندك وتستفاد منها في اي مكان انت عايزه، سواء اندور او اوت دور. دلوقتي احنا طافين النور زي ما انتم شايفين الضوء الاحمر ده، معنى كده ان الكاميرا بتصور ليلي في مكان مظلم بشكل كامل. ولما بتنور كده معنى كده ان التصوير بيكون ابيض واسود زي ما انتم شايفين. ده كده تصوير ابيض واسود في الموبايل زي ما انتم شايفين كده. طب نفترض انا مثلا لو عايز اشغل الاضاءة اقدر اتحكم فيها من خلال الموبايل. ادوس على الزرار ده كده واختار كلر. اول ما دوست على كلر كده الكاميرا نورت النور الابيض ده الليد. وهنا هتلاقوا ان الاضاءة او الالوان بقت واضحة جدا زي ما انتم شايفين كده يا جماعة. طبعا اعذروني انا مش عارف يعني اتحكم في الكاميرا بشكل كبير. في نقطة مهمة جدا هنا، ممكن اخليها سمارت بحيث ان هو يبدأ يشغل الاضاءة ديت حسب يعني الجو ساعتها. مثلا سمارت بيقدر يقلب بين كده وكده. وبكده يا جماعة وصلنا لنهاية الفيديو. اللي عجبتكم الكاميرا ديت فانا سايب لكم رابط الشراء بتاعها اسفل الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.